بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا جايه لكم بحاجه في بعض مننا ما بيعرفش يعمل فيها ايه. هقول لكم على افكار بسيطه في بيتنا. بصوا بقى، انا مشكلتي بقى ايه؟ التلاجة بتاعتي، واكيد في مننا ياما من شركه توشيبا، والنداء ده لتوشيبا لو سمحتوا ارجوكم يعني تغيروا المنتج بتاعكم بتاع التلاجة اللي هو الرف. ستات كتيرة قوي تعبانة منه. احنا انا عن مشكلتي مع تلاجتي، التلاجة جميلة وكويسة جدا، وجوزي بيحب المنتجات بتاعت توشيبا جدا، بس المشكلة ان الرفوف بتاعتها بتتكسر بسرعة. انا غيرت الرفوف ياما قوي. يعني ممكن اجيب الرف مش رخيص، الرف ممكن يعمل له 50 فوق ال 50 جنيه، 55 جنيه، في 60 70 جنيه. هتقولي مش مشكله، ما مش المشكله ان انا ممكن اجيبه تاني يوم يتكسر معايا، ابني ممكن يتك عليه بالراحه كده بص ليه نزل الرف. يعني انا ياما غيرت الرفوف، ومع ذلك كل ما اجيب رف بيتكسر. يعني يفضل ان انتوا تعملوه ازاز، واللي هو ازاز او ازاز اللي هو بيبقى ملفوف من الجناب ده. يعني في تلاجات ياما الرفوف بتاعتها ازاز، بس بتبقى حلوه قوي يعني بتعيش. لا ده بصراحه يعني يا ريت تغيروا لنا المنتج بتاعكم يعني، وتحسنوا الرفوف دي، لان الستات كتيره تعبانه منها. يعني اكتشفت ان ناس كتير التلاجة بتاعتها الرفوف كلها مكسره، لدرجه ان هم بيحطوا الحاجه كده يرموها زي الخزاق، زي المخزن كده يعتبر. فلو سمحتوا يا ريت تغيروا المنتج ده. واي واحده فيكم او اي حد عنده نفس الرفوف دي، هقول لكم على حل حلو يعني افضل من ده، بدل ما تدفعوا فلوسكم. يعني لو انتوا عملتوه كده يعني توشيبا من الاول، هيبقى افضل لينا كلنا. او تتقلوا الرفوف شويه ان هي ما تتكسرش بسهوله. ان انا بجيب الرف ممكن ما يقعدش اسبوع معايا، حتى لو مش هقول لك ابني، انا بدوس عليه كده مثلا احط حاجه بتك بالراحه، بص الاقي الرف اتشرخ كده بالمنظر ده من النص. بصوا عاملين ازاي، ده مشروخ مني، يا دوبك اتشرخ مني. فانا هقول لكم لو عندكم شرخ بسيط، انا كنت بعالجه، بجيب اللزق الكبير ده واقوم لازقه الرف قبل ما يتشرخ مني كله. يا ستي اتشرخ منك بقى، ما تتعبيش نفسك وتروحي تجيبي رفوف من دي تاني يعني. تفضلوا احسن يعني، لانه هتدفعوا فلوس وهتتكسر. انا لسه بقى جايبه دول هوريهم لكم دلوقتي. بصوا كام رف مني متكسر، غير اللي انا كل شويه بجدده دول، بس اللي هم انا عندي تلاجة اللي هي 3 باب، دي الرف بتاعها اللي هي بتاعت اللي بتفتح وتقفل، دول 2، وفي واحده قبل كده انا رمياها، غيرتهم بتاع 4 مرات. والرفوف غيرتهم بتاع 7 8 مرات، كل ما اجيب رف جديد بيتكسر. فانا بقى لغيت بقى الموضوع ده خالص. فاللي عايزه توفر وتريح نفسها تجيب دول، انا جبتهم. هتروحي تجيبيهم من اي محل بيبيع، اي محل فيه قطع غيار. انا بص دول 3 رفوف، انا غيرت كذا رف. هتروح بس قبل ما ترمي القديم تاخدي معاكي قبل ما تجيبي الجديد هتاخدي معاكي القديم. اوعي ترميه، لانه هيحتاج المقاس بتاعه، يا اما هتجيبي له المقاسات بتاعته بقى تقيسيها له وتجيبيها. فدول افضل ليكي، هيعيشوا معاكي. لاي واحده عانت يعني من التلاجة بتاعتها زي كده، دول افضل ليكي. انا بص جايبه 3 رفوف اهو. وعايزه اقول لك انا غيرت، انا مره جبت رفين 3 رفوف عاملين مش عارفه 100 200، عاملين 100 يعني هو مش مبلغ قوي، بس لا دلوقتي بقى مبلغ. والمشكله ان انت مش تدفعي فلوس، لا المشكله ان انت تاخدي منتج كويس ان هو يعيش معاكي. مش انت تاخديه تبصي تلاقيه اتكسر وتقومي رمياه، لا بتضايق. بالذات التلاجة ان بنحب نرص فيها وبتحطي فيها حاجات كتير، فيفضلك ان انت تجيبي الرفوف اللي زي دي. ويا ريت يعني نداء لتوشيبا ان هم يغيروا الرفوف دي، لان انا وجوزي بنحب توشيبا وبنحب المنتج بتاعها. فيا ريت لو سمحتوا يعني، فاي واحده منكم كده لو معاها الرف مشروخ شويه، ممكن تلزقوا بالبلاستر الكبير زي ما انا كنت بعمل لحد ما يتكسر منها وتغيره. انت ممكن تروحي تغيريه من اي واحد، هتلاقي كتير بيبيعوا قطع غيار باذن الله. يلا اشوفكم على خير مع حاجه جديده. ما تنسونيش بقى بلايك وشير وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله هوريكم حاجه جديده كمان.